مساء الفل. انا عملت مصيبه وجايه اعترف بخطئي قدام الشعب، فانا مستنياكم تيجوا علشان اعترف بذكائي الخارق اللي خلاني اعمل كارثه الاسبوع اللي فات. مين هنا اللي موجود؟ بس يقول لي اذا كان الصوت كويس ولا لا، ان انا النهارده معرفش سقعانه ومش قادره حتى اطلع صوت، يعني مش قادره. فاللي موجود يقول لي كده الصوت تمام ولا مش تمام. نادر الطرحه عندي متلازمه اسمها نادر الطرحه، يعني طول الوقت تلاقيني عماله اشد في طرحه، مش هحط دبوس بقى، اقعد اشد في طرحه. صوت كويس؟ محدش موجود، مش احنا متفقين مش النهارده الجمعه يا جدعان ولا ايه؟ طيب هعترف بالمصيبه اللي انا عملتها. المصيبه اللي انا عملتها ان انا المره اللي فاتت وانا بكتب الاسامي في الويل اتلخبطت. انا معايا بنوته زي القمر اسمها ساره، انا وساره بنشتغل مع بعض، فساره بعتت لي شيت قالت لي يا فيروز دي الاسامي الناس اللي كسبت في الفزوره الثانيه، فهي بعتت لي شيت. انا شخص عشوائي، يعني انا كفيروز شخص عشوائي جدا. انا مثلا لو عندي اسامي او عندي اي حاجه محتاجه انها تترتب فمش بحط كل حاجه في فايل واحد. انا ممكن مثلا اعمل شيت لاول فزوره واعمل شيت لتاني فزوره واعمل شيت لتالت فزوره and so on. ساره حد very organized. راحت ساره عملت ايه؟ خلت نفس شيت الاكسل اللي فيه الاسامي، حطت التابه الاولى اول اسبوع، التابه الثانيه ثاني اسبوع، التابه الثالثه ثالث اسبوع، فانا مش حافظه الاسامي. ففتحت الشيت فاوتوماتيكلي فتح على التابه الاولى، فقلت خلاص ما خدتش بالي، يعني انا قلت اكيد هي عملت شيت جديد. فطلع لا، فطلع هي ما عملتش شيء جديد، وان انا نقلت الاسامي من التابه الاولى اللي هي اصلا كانت اسامي الناس بتاعت الاسبوع الاولاني. وانا لما عملت اللي هو الويل دي كانت هي نفس اسامي الاسبوع الاولاني، وده يكسبلين ليه روان طلعت معانا تاني، او ليه الاسامي كانت مكرره. يعني انا استغربت قلت هي روان بتجاوب في كل فزوره، هي اوريدي كسبت. فانا جايه اعترف ان انا غلطانه، ولكن احنا طبعا اللي شاف اللي هو في الاسبوع اللي فات هيعرف ان انا لما روان طلعت فرحت عملت سبان للويل تاني وكسب حد تاني، فهو مش ذنبه. فانا ايه قلت رزقه، هو رزقه. فرحت بعت له الكتاب برضو عادي، يعني تواصلت معاه وقلت له ان الكتاب هيوصله كذا، بس المفروض ان هو لسه في شركات الشحن. انا من الصدمه تواصلت معاه اصلا متاخر يعني. فهنعمل ايه الاسبوع ده؟ الاسبوع ده انا هسحب بقى فايزين تانيين، يعني فايز بقى من المسابقه رقم 2، الفزوره رقم 2، وفايز من الفزوره رقم 3، والشخص اللي فاز بالصدفه من اسامي الفزوره بتاعت اول واحده فهو رزقه، هو خلاص رزقه ونصيبه وكل شيء يعني قدر. فاحنا دلوقتي هنعمل، ركز معايا عشان انا ذكيه. وبعدين بقى رحت عامله ايه، رحت نقله الويل بقى مرتين عشان ما اتلخبطش. وبعدين ساره وهي بتبعت لي الشيت قالت لي فيروز الاسامي في التابه الثالثه، عشان ايه حضرت معايا الكارثه بتاعت المره اللي فاتت. اوكي، فاحنا دلوقتي بصوا انا هعمل الكم ادي البتاع اهو، مش عارفه باين ولا لا، بس هحاول. بيزوم ده؟ لا مش بيزوم. بصوا يعني دي اهي الثالثه، استنى اهي شايفين دي الثالثه اهي اهي، ودي الثانيه. اوكي ادي الثانيه ودي الثالثه، دي اسامي بقى الثانيه. يعني بصوا انا حتى استغربت قلت ايه، هما الناس اللي جابوا حبه صغننين؟ اتاري لا هما حبه كتير، بس انا اللي يعني بصوا كل دي اسامي ناس كتير جدا، بس هو بقى رزق الشخص اللي راح له الكتاب. اوكي، فاحنا للناس اللي لسه داخله اللايف، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعيد السحب بتاع الفزوره الثانيه. اوكي هنعمل ايه؟ سبان. احنا الفزوره الثانيه بنعيدها عشان انا اتلخبطت المره اللي فاتت، او غلطت، مش اتلخبطت، انا غلطت. محمد مدحت، وجاوب اسمه اهو محمد مدحت. اوكي، كان على اليوتيوب. ده الفايز بالفزوره الثانيه عشان انا اتلخبطت، وانا يعني طالعه اقول ان انا اتلخبطت وتاني بكرر ان الشخص اللي فاز من الاسبوع اللي فات بالغلط كده كده انا عطيته الكتاب، يعني هو رزقه ونصيبه، فانا كده كده عطيته الكتاب. ده بقى محمد مدحت ده هو الفايز بتاع الفزوره الثانيه. اوكي، تعالوا بقى نروح للفزوره الثالثه،
بفكركم ان الجايزه هي الكتاب بتاعي، كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. اوكي، كل الناس اللي فازت بيه بيروح لها الكتاب بشحن مجاني لحد البيت. انا مش بعمل مثلا مسابقات واقول لك طب انت ادفع مصاريف الشحن او مش عارف ايه خالص. يعني ايه، الواحد بيحاول يتعامل باحسان. فانت هتاخد الكتاب هيجيلك لحد عندك من غير اي مصاريف شحن خالص. اول كتاب يعني اهو. اوكي، يبقى مدحت نسوق تاني. محمد مدحت ده كان الفايز معانا في الاسبوع التاني. تعالى بقى نشوف الفزوره الثالثه. هي انا بصوا حاطه تاب تانية خالص، دي هي بصوا عشان تشوفوا معايا عشان خلاص انا جالي تروما. بصوا دي هي الفزوره الثالثه، وهي تانية. الفزوره التانية دي اهو مدحت، محمد مدحت اللي فاز، ودي الثالثه. ومركزت بقى ايه اسامي جديده، وفتحت التابه الثالثه زي ما ساره قالت لي اهي، اسامي اهي كلها. مش عارفه ليه مش الموبايل مش عارفه ليه مش بيزوم. يعني بحاول ازوم، لا هو بيزوم كويس. طيب اهو دي ايه الاسامي اوكي بتاعت الفزوره الثالثه. مش حلوين؟ اوكي، تعالى نشوف مين فاز في الفزوره الثالثه. هدى عبد الله كتبت الكومنت بتاعها على الفيسبوك. يبقى هدى اللي فازت معانا في الثالثه. وتاني محمد مدحت من اليوتيوب هو اللي فاز معانا في الفزوره الثانيه. كده انا اكون صلحت غلطتي كده انا اكون صلحت غلطتي وايه يعني صلحت الناس، وفي حد الكتاب راح له كده رزقه. الحمد لله الحمد لله. اوكي، مبروك لهدى ومبروك لمحمد، هيوصل لهم الكتاب ده. هتواصل معاهم طبعا. يعني هدى لو انت شايفه اللايف ابعتي لي لو سمحتي بياناتك. وبيبقى بلاقي صعوبه شويه ان انا اتواصل مع الناس بتوع اليوتيوب، يعني ما فيش انبوكس في اليوتيوب، مش بعرف امسج زي ولا حاجه. فببعت لهم بقى رقم الواتساب في كومنت، مش بتاع مش بتاعي، بتاع الصفحه، ويبعتوا لي بقى مسجز وحوار. عشان كده الاسبوع اللي فات لسه الكتاب ما وصلش. اوكي، الف مبروك. الفايز التاني التاني مكرر، والتالت لفزورة فيروزية بقعد اتدرب عليها طول الاسبوع. اوكي الف مبروك. كتاب القمر ده هيوصلك لحد عندك شحن مجاني. كل سنة وانتم طيبين، واستنوا الفزورة الجديدة. اوكي.